ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي بقى هعمل معاكم تنظيف عميق لغسالة الاطباق. انا سبتها كده بقالي فتره كبيره عشان كنت بعزل وكده، فسبتها بقالي فتره كبيره عشان اعمل لكم بقى كده فيديو واوريكم قبل وبعد هتبقى عامله ازاي. يلا بقى بينا نبدا. هتشوفوا قبل وبعد كده هتشوفوا بعد. اول حاجه طبعا هفك كده الادراج زي ما انتم شايفين، هشيلها خالص. هفك اللي تحت واللي فوق كلهم بيتشالوا عادي جدا. اللي فوق كده في زي كليبستين كده، هوريكم دلوقتي بيتشالوا ازاي. في كليبسه كده هي مقفوله بتحطيها على جنب، والناحيه التانية نفس الكلام برضو بتحطيها على جنب. المجرى بقى البلاستيك دي كلهم بيطلعوا، والدرج بقى كده بيتشال بكل سهوله. دلوقتي بقى هشيل الفلتر، وهشيل الشبكه دي بتاعه الفلتر، وهشيل برضو الرشاشات. احطهم بقى كده كلهم في الحوض. الرشاش برضو بتاع اللي فوق برضو هشيله، هو بيتلف كده بكل سهولة وبيتشال. دلوقتي بقى هرش عليهم بيكربونات الصوديوم او بيكربوناتو. هسمع بقى كده صوت فوران، وبعد كده بقى هسيبهم بقى كده لحد ما اخلص الغسالة. هرش برضو بيكربونات وخل في الحتة بتاعة الفلتر عشان بتكون متوسخة. هجيب بقى طبق كبير كده فيه صابون مواعين، وهخففه بمية، وهجيب فرشة بقى كده، وهبتدي بقى كده ايه اغسل كل اجزاء الغسالة. طبعا في حد هيقول لي ان الحركة دي ممنوعة، بس احنا بنعمل الحركة دي كل فترة. انا في الاول بس نسيت اشيل الكاوتشة، الجلد دي اللي بتكون موجودة بتكون فيها وساخة كتير جدا، فهشيلها كده بكل سهولة. هي بتتشال وبتتحط بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. المجرى بتاعها والكاوتش ذات نفسه بيكون فيه يعني وسخة كتير قوي قوي قوي. فطبعا الاحسن ان احنا مع التنظيف، كل تنظيف عميق، ان احنا نشيلها ونغسلها ونركبها تاني. لو مش هتعرفي، او لو انت حاسه ان انت مش هتعرفي تركبيها تاني، اغسليها كده بس وهي محطوطه مكانها وخلاص. فهشيلها كده بقى واحطها في الحوض، واحط برضو عليها بيكربونات وخل. هكمل بقى كده غسيل بالفرشه. الفرشه بقى دي كده بتجيب الاماكن الضيقه زي ما انتم شايفين كده، بتخش كده في المجرى ده علشان انضفه كويس جدا. والغساله باكملها كده هحط عليها صابون بالفرشه واغسلها كويس جدا. طبعا في حد هيقول لي ان الحركه دي ممنوعه، بس احنا بنعمل كده كل فتره كبيره، يعني مش كل يوم. وكمان قبل ما نشغل الغساله كل الصابون ده بننضفه تاني كويس جدا بفوطه وميه، فبواقي الصابون كله بيتشال. فطبعا هو كده كده انا عارفه ان ممنوع صابون المواعين يدخل غساله الاطباق، بس انا بس بنضف بيها، وبعد كده بغسلهم بفوطه كويس جدا. في صابون مخصص او منظف مخصص لغساله الاطباق بيتجاب من السوبر ماركت، بس هو غالي شويه. وطبعا ممكن برضو ما ينضفش زي ما انتي هتنضفي بنفسك كده بالفرشه. فهننضف كده كل الاجزاء طبعا الداخليه والخارجيه. اللي بره برضو نفس الكلام، هوارب كده الباب شويه علشان تحت الجزء اللي تحت ده في ناس كتير قوي بتنسى تنضفه. انتي كده بتوارب الباب وبعد كده بتنضفيه. هجيب بقى فوطه كده كذا مره وامسح، وبعد كده اغسلها بالميه الفوطه، وبعد كده امسح تاني علشان كل بواقي الصابون في الغساله يتشال خالص. يعني الفوطه نغسلها كذا مره، او نجيب كذا فوطه، واخر مره خالص برضو هنجيب فوطه وننشف الجزء برضو ده. يعني هدخل فيه كده الفوطه، واحاول بقى ايه كده اصفي الفوطه كل شويه. هنا جبت كده زي سكينه تكون مش حاده، وهدخل فيها فوطه، وبرضو ايه همشي في المجرى ده كده علشان ينشف كويس برضو من الصابون. شايفين نضف ازاي؟ الغساله بقت بتلمع. طبعا هننشفها كويس جدا بفوطه تانية تكون ناشفه. طبعا الحركه دي تعمليها ممكن كل 3 شهور.
اروح بقى دلوقتي اللي في الحوض هنضفه برضو كويس جدا بالصابون وبالفرشه كده او بالليفه كله بقى الفلتر وكله. هشيل بقى كده الجزئين دول من بعض لان برضو بيكون فيهم بواقي اكل وبواقي حاجات كده. وهنا الرشاشات طبعا هدخل فيها ميه بعد ما اغسلها وهتاكد اذا كان الرشاشات بتنزل ميه كويس ولا لا علشان لو في حاجه مسدوده طبعا يعني اسلكها. وهنا بحط السهم مكان السهم وبركبهم تاني في بعض. زي ما انتم شايفين كده بدخل ميه في الرشاشات، شايفين الميه بتنزل من تحت كده من كل الفتحات بتاعته كده، بتاكد ان الرشاش شغال كويس. الكاوتش بقى برجعه تاني مكانه بيرجع بكل سهوله. كده خلاص انا ركبت الكاوتش كله. هركب بقى باقي الاجزاء، الفلتر والشبكه دي، وهركب برضو الرشاشات. الرشاش اللي تحت ده كده بيتركب بالكبس، يعني انت بتدخليه كده بتضغطي ضغطه كده خلاص اتركب. هركب بقى دلوقتي الشبك، ركبتهم. الرشاش بقى اللي فوق بيتركب كده باللف، بتلف لفه كده خلاص برضو ركب كده. خلاص احنا خلصنا كل اجزاء الغسالة. زي ما انتم شايفين كده الغسالة طلعت كأنها رجعت كأنها عروسة جديدة. دلوقتي بقى هحط طبق فيه خل وهثبته كده زي ما انتم شايفين كويس، وبعد كده هقفل الغسالة وهشغلها على اعلى درجة حرارة. وكده بقى خلاص عملنا تنظيف عميق للغسالة زي ما انتم شايفين كده. هتشموا احلى ريحة نظافة واحلى لمعان. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب.